النهارده هيدور حوارنا في زيادة سعر الطاقة وكمان في تعويم الجنيه المصري، وهل هذا الإجراء كان لصالح الاقتصاد المصري ولا لأ؟ هنشوف الكلام ده مع المستشار كمال الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني ورئيس المجلس الوطني المصري. أهلا بك يا فندم. اهلا بسعادتك. شرفتنا النهارده. اهلا حكيم بيه. أهلا بيك. الله يخليك. عايز أسألك في الأول كده، ما رأيك في الإجراءات التي طالت يعني الإنسان المصري البسيط اللي طلعت من يومين، خاصة في زيادة سعر البنزين؟ وهل هذا الإجراء إصلاحي أم سيزيد الأعباء على الإنسان المصري ومن ثم سيكون له مردود عكسي؟ تمام. الحقيقة أنا كان بودي أسقف لك ربنا يخليك. بجد، لو كان يليق كتقليد في حلقة على الهواء إن أسقف لك كنت سقفت لك، لأن بعد هذه المقدمة المتسمة بالحس الوطني المجرد والموضوعي أنا بحيي حضرتك عليها جدا، وما خلتناش حاجة نقولها. لا بأمانة قلت كل حاجة. الحقيقة تعالى نتفق الأول في طريقين لحب بلدنا، زي اتنين ركاب راكبين عربية وفي واحد سايق بيهم، والواحد ده عزيز عليهم وبيحبوه الاتنين، فيقوم ينعس في السكة، يغمض يعني يغلبه النوم، فواحد يقول لك سيبه ده جسمه همدان وتعبان وانا رفيق بيه فما تكلموش اسكت. التاني يقول لك هيلبس بينا في الحيطه، ده انا هقول له خلي بالك وما سمعنيش هصرخ وازقه واقول له اصحى هنلبس العربيه والعربيه هتقع هتتحطم بينا. هذا يرى ان هذا طريقه للحب وذاك يرى ان هذا طريقه للحب. هذا الإسقاط نعم. أرجو توضيح أكثر. انا من النوع اللي اهز واصرخ، نعم. وليس هزي وصراخي نوع من انواع البغض ولا الكراهيه، بل الحب والحرص على هذا الوطن والمكاشفه. ارى فيما اتخذ من اجراءات انها تمثل قمه الخنق والضغط للشعب المصري، وهي فوق قدراته وفوق طاقته. وارى من البدايه ان اللجوء لصندوق النقد الدولي خطأ وطريق خاطئ، واسترشد بماليزيا لما قال لك ان شروط الصندوق كانت خنق وافقار وليست غنى، رميناها في الزبالة، آسف، في صندوق القمامة، واتجهنا نحو مسار آخر فكانت ماليزيا. احنا بكل أسف ننصاع إلى الصندوق وننسى أن هذه اللافتة المالية يتخفى وراءها أغراض سياسية، وعن طريق هذه اللافتة المالية يتقلب مجتمعات وتتقلب دول. طيب يعني عايز اقول لك، هل يعني هذا الاجراء الاصلاحي نعم كان لابد منه في هذه الفتره، وخاصه وان صندوق النقد الدولي كان لا يمكن ان يوافق على القرض الا بخطوات اصلاحيه تنال من الدعم كله مش جزء من الدعم؟ هل الحكومه كانت مضطره لذلك ولا كان في ممكن ان نتفادى هذا الاجراء باجراءات اخرى؟ كان ما هو البدايه ايه؟ ان انا اخترت سكه اللجوء لصندوق النقد. انا اساسا معترض على دي، انا معترض على دي. تدبيرات ماليه كان اقدر استطيع ان انا اجيبها من مليون طريق وطريق. ده انا لو بس خفضت هامش الفساد 30% هجيب هذا المبلغ، هجيب هذا المبلغ. لو انا جيت على الاراضي املاك الدوله اللي هي وضع يد تحت ايدين الناس هجيب هذا المبلغ اللي انا رايح فيه لصندوق النقد. انا بالله عليك
كيف لدولة ليس لديها موارد تصرف بيها على التزاماتها انها تعمل حاجة غير انها ترفع اسعار وترفع وتحط وتفرض ضرائب وتفرض شرائح جمارك؟ ما عندهاش حاجة. طب خلينا ننتقل. انت لازم يبقى عندك كدولة عشان تصرف يبقى عندك مال تصرف فيه على التزاماتك عشان يبقى لك القيمة الحقيقية في ان انت تحفظ التوازن الاجتماعي بتاعك. انا النهاردة الجأ الى صندوق النقد عشان هو يفرض لي روشتة ويقول لي ان طريق الاصلاح ان انا ارفع دعم وانسى التركيبة الاجتماعية بتاع الناس في بلدي وانسى الظروف والشرائح والظروف الموجودة، فقر مضجع وناس مش لاقية. واروح مزود ده كله. وبعدين في حاجة، هو الدق بالشاكوش على الدماغ كله مرة واحدة؟ يعني عوم الجنيه وارفع الدولار بالحيلة الالتوائية ده طب خلينا بس لا لسه تعويم ده لا لسه هكلمك في الموضوع ده يا سيادة المستشار. وارفع 16 وبعدين ازود بنزين كل ده في ليله واحده. خلينا عشان بس وعايز حد يستحمل. عشان نبقى قاعدين نتكلم يعني هل هتفضل الحكومه علشان تحسن الاقتصاد وعلشان صندوق النقد يوافق يبقى كله عباره عن جبايه جبايه جبايه؟ هل مفيش خطه اصلاحيه يعني تبيح للدوله ان تنتج؟ يعني هل مفيش تفكير في هذا الموضوع؟ شوف حضرتك انا قلت في البدايه ايه؟ اللجوء لصندوق النقد خطأ. هو عباره عن قرض. نعم. انا باخده عباره عن يقولوا لي ايه؟ ما انا بناخده عشان ندي ائتمان وثقه في المستثمرين تيجي، فان انا باخد المبلغ ده بزود بيه الاحتياطي النقدي فالمستثمرين تيجي. انهي فكر ده؟ المستثمرين تيجي في مناخ موجود للاستثمار جيد، في مناخ ما فيهوش فساد، في مناخ ما فيهوش بيروقراطيه، في مناخ اساليب فرص العمل موجوده ومتاحه. نعم. في بلد بينتج، مش في بلد مجموع نعم. صادراته من انتاجه 20% مقارنه بما يستورده، وبعدين نيجي نقول نعوم جنيه. نعم. حضرتك كنت بتتحدث عن اللجوء الخاطئ لصندوق النقد الدولي. تمام. وهذا القرض المعجز. تمام. يعني حضرتك كنت بتتكلم. شوف حضرتك، مسلك الدول ما يفرقش كتير عن مسلك الافراد. يعني ناخد مسلك فرد. لما يبقى في فرد ما عندوش دخل، ايه اللي هيعمله؟ يا هيقعد مادد ايده يشحت لكل واحد شويه، يا اما يعمل فتوه وبلطجي ويفرض اتاوه على الناس. ما تخرجش عن كده. فانا النهارده لو انا راجل عندي مصادر دخل هتغنيني عن هذا كله. احنا ما بنفكرش نعمل مصادر دخل. لابد الاول ان احنا نحدد سياستنا. انت اساسا في سياستنا المصريه بتخاطب بيها مين؟ خطاب الاداء بتاع هذه السياسه بيستهدف مين؟ هل بيستهدف في المقام الاول الشريحه الكبرى اللي هي تتجاوز 95%، اللي هم بعتبرهم كلها طبقه فقراء وما اعلم الفقراء بقليل، لان المتوسطه خلاص ضمرت وسقطت نحو الفقراء. هل النهارده انت كمجتمع مصري سياستك متجهه نحو هؤلاء ام متجهه لخدمه رجال الاعمال والاستثمار والمال والمجموعه دي باعتبار بظن وبتوهم انها ستقطر باقي المجتمع؟ والحقيقه هذا الفرق هو بين الفرق بين التنميه والنمو. الثروه المحتكره في يد حفنه من الافراد، وهي ثروه كبيره جدا تداولها محدود بين ايادي محدوده، هم من يسمون برجال الاعمال، منهم الكثير من نهب هذه البلد ومصمص عظامها تحت ستار الخصخصه لما كانت فلوس جيوب البنوك، الفلوس بتاع البنوك في جيب اليمين كدوله، والمشاريع واراضي الدوله في جيب الشمال. وبعدين جبت مجموعه وقلت لها تعالي خدي من جيب اليمين اشتري من جيب الشمال. استفدت ايه؟ قال لك كان تحت الترابيزه فيها العمولات، ودي استفاده الدوله اللي استفادوها صناع القرار في فتره من فترات هذا البلد. طيب هل انا هعيده تاني ان انا اعتمد على هذه السياسه مره اخرى، ان انا اخدم على مجموعه رؤوس اموال باعتبارها تقطر المجتمع، وافرح اقول ان في عندي نمو زي ما سمعت السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول ومع ذلك ما فيش سياحه حققنا نمو 3.4؟ هو نمو وهمي. فين النمو؟ نمو
رأسي للثروة المحتكرة الكبيرة بيد أيدي ضئيلة ولا يعود على الشعب المصري. بتعمل ضآلة في التداول. أما التنمية فهي تعني تنمية أفقية تطال المواطن الفقير في النجوى في القرية من عبر مشاريع حقيقية، ووصل له الخدمة دليفري في مكانه، واديله كهرباء مقدور عليها، وماء جيد مقدور عليه، ومسكن جيد مقدور عليه. هصرف عليه الكلام ده عظيم جدا وبراك جدا. اصرف عليه منين؟ ان اصلا انا لابد ان هو كدولة يكون عندي آلية التدخل في السوق، عبر ان انا امتلك مشروعات تدر دخلا، وعبر ان انا اعمل نوع من الاقتصاد انا بسميه الاقتصاد المشترك المختلط. ان الدولة لابد انها تتواجد في كل ميادين النشاط الاقتصادي وتنافس القطاع بنسبة الخاص. معينة. اما ان انا عشان عشان اشرح حتة مختلط ومشترك، نعم، ان انا اما بتشارك مع رأس المال الحر الفردي في مشروع بنسبة انا مثلا 60 وهو 40، او ان انا مجموعة النشاط في مجال معين زي صناعة النسيج مثلا بتتكون من 100 مصنع، انا باخد 60 مصنع بعملهم لوحدي وبسيب لرأس المال الحر يشتغل في 40. من هنا استطيع ان اتحكم بآلية السوق، مش بتسعير جبري، بآلية السوق لصالح المواطن الفقير، في ان انا متدخل كدولة ليا وجود. لكن بأمارة انت ايه كدولة انك تفرض عليها ضرائب الصبح تتحكم فيها الصبح؟ ما هي بلدي زي ما هي بلدك، انت متميز في ايه عشان تخنقني؟ نعم. كسلطة. نعم. انا مختارك كسلطة لكي تخدمني بما يتناسب معي. انا الجمعية العمومية الشعب المصري، والسلطة دي مجلس الادارة. ان ما كانتش مجلس الادارة ده يدير لصالح الناس فيبقى لم يتحقق المأمول فيه. والسلطة النهاردة لابد ان تضع رؤية واضحة، مش مجرد مشروعات عملاقة مع التعظيم ليها وبعظمها جدا، لكن لابد ان تخدم اهداف وطنية داخل سياسة. عظيم هذا الكلام. استاذك سؤال، يعني هل الكساد العالمي اثر فعلا على الاقتصاد في مصر والخطط التي كان يراها او يوعد بها الرئيس السيسي، خاصة وان يعني الدولة الشقيقة السعودية خفضت رواتب الموظفين ل 20% وفرضت ضرائب كبيرة جدا على الشركات والمصانع هناك، والمصانع دلوقتي بتوفر عمالة؟ هل الكلام ده أثر على الاقتصاد وخلى فعلا ما كان يصبو إليه الرئيس السيسي يعني لم يكن على الوجه الأمثل أو لم تساعده الظروف على تحقيقه؟ شوف حضرتك، مش هيقوم اقتصاد في أي بلد على فكرة المشروعات العملاقة بس. في عندي مشروعات متناهية الصغر ومتوسطة الصغر، هم دول عماد الاقتصاد في هذا البلد. نيجي نتكلم بقى عشان ما يبقاش كلامنا كله هجوم، وندي مقترحات وندي بركة امل، بس ياك الناس تسمع وتاخد بيها. نعم. انا النهارده عندي شباب متعطل عن العمل، والمشروع ده انا قلته من زمان وهعيده تاني، ويشرفني ان انا لعل وعسى يتسمع من هذا البرنامج. اتفضل. لما تجيب لي 2 مليار دولار بس فقط، 2 مليار دولار بس، النهارده 32 مليون جنيه مصري، 32 مليار جنيه مصري بسعر البنك. طب هستأذنك بس وهنكمل الجزئية دي. كنت بتتحدث عن عايز بس 3 مليون 2 مليار دولار هيعملوا لي 32 مليار جنيه. نعم. تمام. انا هاجي اعمل بنك معلومات اجمع فيه الداتا من الفئة العمرية من 25 الى 40. نعم. واماكنها وعناوينها وتخصصاتها. نعم. وبالتالي اعمل تصنيف تنسيقي ما بين التخصص والمكان. كل 50 متناسقين جغرافيا وتخصصيا بروح جايبهم، تعالوا خدوا قرض ما قيمته كل واحد 30,000 جنيه في 50 بمليون ونص، وخد حتة أرض 1000 متر وانزل اعمل المشروع بتاعك. افرض ان 50 دول في هنا من مركز كذا وكذا وكذا وكذا، بختار مركز وسطي بينهم وبقول لهم ال50 دول انتوا في تخصص الالكترونيات، تعالوا اعملوا كمبيوتر
وتبقى شركة قابضة من 50، والكمبيوتر 10 مراحل، كل مرحلة شركة تابعة من 5 بتعمل البوردات. يعني الدولة التي تحدد نوع المشروع. لا، مش بحدد نوع المشروع. انا من بيتجمع الأفكار عندي اللي بتجيب. المعلومات. دراسات جدوى. مجموعات دول في الزراعة، ودول في البويات، ودول في المواسير، نعم. ودول في كذا. فانا كل اللي بعمله ان انا بجمعهم جغرافيا عشان ما اعملش جذب للقاهره وازود واخليهم نعم. في اماكنهم وجنب بيوتهم. طب ليه الدولة ما تحددش كذا صناعة تبقى عارفة ان ممكن لها سوق في الخارج وهي اللي توجه الشباب لهذه ما هو الصناعات؟ انا جاي لحضرتك اهو. نعم. وزي ما بعمل في هنا بعمل في بورسعيد، بعمل في الدقهليه، بعمل في الشرقيه. المشروع الواحد اللي هو فيه 50 فرد بيخلق 450 فرصه عمل حواليه، ما بين اعمال معاونه ومساعده ووسيطه وحسابيه وكتابيه ونقل وتغليف وغيره. يبقى المشروع الواحد بيشغل لي 500 فرد. شوف لما اعمل 10,000 مشروع في 500 فرد، ضربة واحدة بشغل بضربة واحدة 5 مليون، بخلق فرصة 5 مليون فرصة عمل بتطال كل بيت في مصر. عنده شاب متعطل بيلاقي فرصة عمل مع أقرانه في تخصصه، والدولة يسرت له الأمر وأصبح بينتج. الإنتاج ده بقى نعمل فيه إيه؟ عندنا منافذ، لابد إن نوصل طريق يشق افريقيا من عندنا لحد جنوب افريقيا، كل دولة تعمل الجزء بتاعه، اصرف فيها هذه المنتجات. الكوبري اللي المفروض يتعمل افتح سوق للدول الافريقية، الدول الافريقية وافتح سوق بري مع الدول الاسيوية، واخد بال حضرتك؟ يبقى ادي عندي منافذ لتصريف هذه المنتجات وبشغل بيها شباب. ومبلغ الاول 2 مليار دول بس كده اختبار، لما اشوف التجربة ممكن ازودها، استطيع ان اقضي على البطالة في خلال 4-5 سنين. طب المبالغ اللي بياخدوها الناس دي بديها فترة سماح سنة، وبعدين يسددوها لي على اقساط 5 سنين، يبقى انا شغلت شباب. لما اجي للصناعات اللي تحت السلم اللي بيحاربوها، تحاربها ليه يا سيدي؟ اجيب اطورها، اعمل رقابة صناعية واعترف بيها، وخد منهم كهرباء، وخد منهم ميه، وخد منهم ضرايب، بدل ما انا حاطط دماغي في الرمل زي واعترف بيهم ورخص له. هم كده كده شغالين، وهم شغالين وبيطلعوا صناعه رديئه، انبوبه بوتاجاز بتضرب وتولع ومش لو في رقابه صناعيه. هذا الكلام كلام عظيم لسه جدا. في تاني من ده انت عايز 3-4 حلقات يا سيادة مشاريع رهيبه تتقال في هذا البلد للي عايز يعمل انتاج وتنميه افقيه حقيقيه تطال كل بيت في النجع وفي القرية، وتدي عائد للفرد ومن ثم عائد للدولة تصرف بيه على الناس. هذا الكلام كلام عظيم جدا. استشار، يعني ما اعرفش الوقت معاك عدى بمنتهى السرعة. كلمنا عن انا بتفرج. لا كلمنا في هذه الدقائق المعدودة عن الإجراءات الإصلاحية التي طالت الجنيه المصري، القرار بتعويم الجنيه المصري. هل هذا في صالح الاقتصاد المصري ام العكس؟ طيب انا بس ليا حاجه في السيول، بس سريعا لان عايز اسمع منك موضوع تعويم الجنيه المصري. طيب السيول دي كل اللي اتكلمنا فيه ده نوع من العلاج. فين الوقايه؟ هو يا وزير الري، هو مش حضرتك برضو يعني دورك بس توزع حصه ميه النيل، ولا دورك تحافظ على كل نقطه ميه ربنا يرزقنا بيها؟ كل ده رزق السيول دي امطار دي عند الناس التانية ما تعملوا يا جماعه في المناطق اللي فيها، مو اللي متوقع عبر السنين اللي فاتت من احنا متابعين ان المناطق دي بيحصل في المنطقه ده اهي بيحصل فيها سيول ودي ودي ودي. اعمل بحيره صناعيه، اختار 1,200,000 فدان، اجي على 100,000 ولا 200,000 اعملها بحيره صناعيه بعمق 18 متر، حواليها 200,000 اعملهم مجتمع سياحي، نص يباع لرؤوس الاموال ونص للدوله تبني بيه منتجات سياحيه تدخل لها دخل، والمليون فدان الظهير الخلفي يتزرعوا بميه الامطار دي، واعمل محطه كهرباء تخدم هذا المجتمع،
واضيف فيها ثروه سمكيه تضيف لي انتاج سمكي، واعمل اعاده توزيع سكان في هذه المناطق بطريقه الجذب، مجتمع ميه ومجتمع سياحي وزراعي وطاقه وسمك وعماله. لما اعمل في كل منطقه بهذا الشكل 5 6 بحيرات صناعيه، شوف انا هعمل ايه في البلد. كل واحد فيهم مشروع عملاق لوحده بيجتذب سكان وبيضيف لك 5 مليون من ميه المطر، مليون فدان يتزرعوا، وبيضيف لك محطات كهرباء، وبيضيف لك طاقه سمكيه، وبيضيف لك توزيع سكاني. ده على الماشي كده للي عايز يشتغل. عايز بقى الجنيه سيادتك، انا لو جيت اعوم ومش لابس مايوه، تخيل انا كنت عايزك تختم بهذه الافكار الهائله التي لا اعتقد انها في دماغ وزير الري ولا حتى في دماغ رئيس الوزراء. وبعدين المليار وال200 وكام، ما اعمل شبكه ميه نعم مخصوص لتجميع الامطار واغذي بيها البحيرات. الوقت خلص، وانا وانت بعد الحلقه هنحاسب يعني اخر جمله عن التعويم، الملاحقه في ان الوقت خلص. انا لما اجي اعوم ومش لابس مايوه اتفضح، فكيف لهذا البسريايه اللي هو الجنيه المصري انه هيسابق في العوم حوت وسمك قرش زي الدولار واليورو. التوقيت خاطئ خاطئ خاطئ. اشكر المستشار كمال الاسلمبولي رئيس المجلس الوطني المصري والفقيه الدستوري والقانوني. كنت مشرفنا جدا النهارده يا سياده المستشار، افكارك عظيمه جدا، بس يا ريت المسؤولين يسمعوها. اشكر.